لو قلت لك ان في ناس رزقها الحقيقي بالليل، ولو قلت لك ان في شركات كامله اقتصادها قائم بالكامل على الناس اللي بتصحى وتسهر لما انت بتنام. النهار طبعا في رزق، بس الحلقه دي بتشرح لك ان الليل كمان له رزق وعيون. لو مش مصدقني تعالى نسال السوق. السوق بيقول ايه مع مصطفى اسماعيل. سنة 2013 كانت في مجموعة شباب في كاليفورنيا لاحظوا إن في مطاعم كتير بتقفل بدري، مع إن في كتير من الناس طلبة وموظفين عاوزين ياكلوا بالليل. هنا ظهرت فكرة تطبيق دور داش. تطبيق شغلته الوحيدة إنه يوصل الأكل من المطاعم للناس أيا كان الوقت متأخر. الفكرة بسيطة بس نجحت نجاح ضخم. قيمة دور داش التسويقية وصلت ل 25 مليار دولار، وبتوصل أكتر من مليون طلبية في أمريكا يوميا، بس لأن في طلب حقيقي. والشركات الذكية فهمت ده كويس وظهر اقتصاد مدن الليل. في 2016 بلدية نيويورك قررت تعمل دراسة اقتصادية عن أنشطة الليل، واكتشفت إن اقتصاد الليل بيدخل للمدينة حوالي 35 مليار دولار. في مدن زي دبي ولندن وبرلين اقتصاد الليل بيشكل جزء كبير من الناتج الإجمالي للأنشطة والفعاليات الاقتصادية فيها. الكافيهات والمطاعم والأماكن الترفيهية كل ده جزء لا يتجزأ من اقتصاد الليل، وكمان بيخلق وظائف بالآلاف لناس ما بتلاقيش شغل بالنهار. في مدينة زي دبي وبعد غروب الشمس اقتصاد الليل بس بيدخل حوالي 6 مليار دولار سنويا. أنا شوف وانت نايم في مدن كاملة لسه شغالة وبتكسب. بس اقتصاد الليل هو بس مطاعم وكافيهات؟ أكيد لا. شركات زي أوبر وكريم والأمن والحراسة، حتى المخابز بعضها بيشتغل بالليل. شركة زي 7-Eleven الأمريكية 65% من إيراداتها جاية من الفروع اللي شغالة 24 ساعة. ومع إن المحلات الليلية تكلفة رسومها عالية من كهرباء وحراسة ورخصة بلدية، لكن أرباحها مضاعفة أكتر من كده بكتير لأن المنافسين حواليها أقل. فمن الآخر كده لو عايز تكسب الليل فيه فرصة مناسبة ليك، ولكن هل ده صحي ومناسب 100% ليك؟ وهل في جانب آخر مظلم شغل الليل؟ تقارير كتير من منظمة الصحة العالمية بتقول إن العمل المتأخر بيأثر بشكل كبير على صحة الناس، وبيسبب اضطرابات النوم واضطرابات نفسية وأمراض القلب. في اليابان في مصطلح اسمه كاروشي، معناه الموت من العمل، والسبب الرئيسي فيه هو الشغل الليلي والساعات الطويلة اللي بتخلي الناس جسمها وعقلها بينهاروا. ومهما كان شغل الليل مريح جدا، لازم يكون في توازن بين صحتنا ومكسبنا. أنا معاك، الليل مش ممكن بس يكون وحده للراحة والنوم، لكن ممكن يكون عالم تاني كبير مليان فرص كتير لو استغلناها صح وبحذر. كل الشركات والمدن اللي فهمت اقتصاد الليل عرفوا ازاي يكسبوا ويحققوا نجاحات كبيرة، لكن في نفس الوقت ما ننساش لا صحتنا ولا راحتنا. سبحان الله، الكون مخلوق نصين، صبح وليل. ودلوقتي هل انت بتحب تشتغل بالليل؟ جربت قبل كده ازاي تكسب من ساعات متأخرة؟ وهل التجربة كانت مرهقة ولا كانت مريحة بالنسبة لك؟ ايميل اسمع رايكم في التعليقات، ودايما ما ننساش نسأل السوق. السوق بيقول ايه. لو عايز وش القفص وخايف تشتري سمك في ميه، يبقى لازم تبص للأمور من زاوية أوسع. وتقرأ وتابع وتفهم كل اللي حواليك. ولو عايز كل ده في حتة واحدة، يلا بينا نسأل السوق. السوق بيقول ايه مع مصطفى اسماعيل.